الاكسبوجر، انت ست اشتغلتي في دول عربيه وسافرتي كتير واشتغلتي جوه وبره وتعاملتي مع جنسيات مختلفه. الاكسبوجر ده ان انت شفتي كل الحاجات دي تخلي طلباتك في الراجل اللي انت عايزه تتجوزيه تبقى اكتر ولا تبقى ابسط؟ والنبي يا اختي ما طلبنا ولا عملنا حاجه، هم بيخافوا مننا. ايوه هم ما اعرفش، بس دايما في حته الخوف كده اللي هو لا 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 دي مؤسسه نفسها عارفه فكره حاجه اديكي ايه. ما هو انت دلوقتي قلتي، انت قلتيها في الجمله اللي قبليها، انت قلتي ما انا راجل وست، انا بعرف اعمل كل حاجه، انا بعمل مش عارفه ايه، انا عايزاه بس يحتويني ويبقى لطيف. بس هو برضو الراجل بيحب ان هو يحس انه راجل. والله لو قادر يعمل كل الحاجات التانية يلا حبيبي انا محتاجه بس احساسه من الاول. بس انا مش يعني اقصد ايه، بص يا سالي، في ناس بتبقى عايزه الامان المادي، في ناس بتبقى في بيوت اهاليها ليها لايف ستايل معين ومش عايزه تبذل مجهود ان هي تحققه لنفسها، فعايزه المليونير اللي هيجيب لها الفيلا والعربيه وهيسفرها وهيجيب لها السينيهات والكلام ده كله. تمام، ده حقها، هي مخها كده. مليون. في ناس تانية بتعرف تتبسط ان هي اللي تجيب لنفسها الحاجات دي، او الظروف خلتها كده. الظروف خلتك ان انت اللي تعرفي تبسطي سالي مع نفسها، انت اللي تروحي تجيبي الشنطه اللي عاجباكي، انت اللي عايزه دلوقتي حالا تغيري عربيتك، انت اللي عايزه تسافري السفريه الفلانيه. بتحصل. فاللي بيبقى فاضل اللي انت مش هتعرفي تديه لنفسك ايه، واللي مش هتعرفي تلاقيه عند اصحاب، واللي اهلك حتى مهما ادوهولك، اللي هو الحب بتاع راجل لست وست الراجل. الحب ده هو اللي احنا بندور عليه.